لو ابنك عنده العلامات دي لازم تركز معاه، لأنه ممكن يكون من أذكى 90% من الأطفال. علماء النفس بيقولوا إن في 6 علامات لو لقيتها في ابنك فده معناه إن دماغه شغالة بطريقة مختلفة خالص. ولو مش عنده برضه ما تقلقش، لأنك تقدر تساعده يطورها. مستعد تعرفها؟ لو ابنك بيقعد يسألك ليه على كل حاجة، ده دليل إن دماغه شغالة صح. لو كل كلمة تقولها هو بيرد عليك بليه، هو مش بيعندك، ده معناه إن هو بيدور ورا الحاجات وبيحاول يفهم كل حاجة حواليه. خياله واسع وبيخترع قصص غريبة، ده بقى ذكاء مش عادي. الطفل اللي بيقعد يخلق كده أفكار ده عنده إبداع عالي قوي، وده بقى علماء علم النفس بيقولوا عليه إن دي علامة من الذكاء العالي. ابنك بقى بيتعلم بسرعة من غير ما تعيد وراه، حاسس كده إن مخه أسرع من سنه. لو ابنك أو بنتك بتفهم الحاجة من أول مرة فده دليل إن مخه بيعالج المعلومات بشكل أسرع من العادي. لو بقى بيحس بمشاعر الناس حتى لو محدش قاله حاجة، ده بقى ذكاء عاطفي عالي عنده. لو بيشوفك وبيلاحظ عليك مثلا إن أنت زعلان أو متضايق فده دليل إن هو عنده حساسية عالية من المشاعر، وده نوع مهم قوي من الذكاء. لو ابنك بقى بيزهق بسرعة من الألعاب العادية والتقليدية، ده لأنه محتاج تحديات أكبر بكتير. دايما الطفل اللي مخه شغال بسرعة بيمل بسرعة من الحاجات التقليدية وعايز حاجات أجدد وأحسن. دايما ردوده سريعة ودايما أفكاره أسبق من سنه، ده معناه إن مخه شغال بسرعة عالية. لو هو بقى بيطلع بحلول أذكى من سنه أو بيلقط المواضيع بسرعة فده دليل قوي إن دماغه أسرع من الطبيعي. لو العلامات دي موجودة في ابنك أو بنتك لازم تهتم بيه، تطور منه. ولو مش عنده ما تقلقش، لأن كل حاجة ممكن تتطور مع الوقت والطريقة الصح. دايما خليك واعي وخلي ابنك واعي، وتابعني عشان تعرف كل الجديد.